السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا من مصنع المترو كول الحاج محمود فاضل، حلواني فاضل المنصورة. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا احمد. عرفنا بحضرتك يا حاج. انا شركه حلواني فاضل باسم محمود وحمد فاضل من المنصوره. بامانه سالنا مثلا معظم الحلوانيه اللي زينا اللي هم بيسالوا او لاي شيء ان جوده التبريد او جوده الثلاجه كنا بنتجه اللي هو الايطالي او المستورد او الكلام من ده. فكان كل اللي يهمني الموضوع مش موضوع عندي مستورد او جاي من ايطاليا او جاي من الصين او اي مكان. انا يهمني جوده المنتج بتاعي لما يتحفظ في الثلاجه او كده، وثلاجه الجاتوه ما نشافش، تطلع لقمه طازه مثلا تقعد فيها مثلا اقول لك مش هقول لك 3 ايام زي ما الناس بتقول وكلام من ده. انا اللي يهمني ان انا انتاجي يومي يحافظ على المنتج بتاعي 24 ساعه بس ان شاء الله. ما يهمنيش ان انا مثلا اقعد يومين 3 او كلام من ده. انما ان انا عشان اقول المنتج بتاعي يقعد يومين 3 يبقى انا اصلا بضاعتي بتتباع بعد 3 ايام. ايوه صح، برافو عليك. انما انا عاوز ال 24 ساعه اللي انا هبيع فيها منتجي تبقى حاجتي كويسه. تمام. فجينا دورنا، مش بقول شركه بقى المترو كول، انا بقول مؤسسه المترو كول. لان المؤسسه ازاي؟ ان انا كل حاجه تصنيع عندي، تبريد عندي، الازاز حتى لو بعت الشركه تصمم لي ازاز بصممه زي ما انا عاوز. ده شرف لينا. جيت برضه نقطه ثانيه ان انا بصيت عليها ان انا فينش الثلاجه نفسه ما شاء الله محترم. مش هقول 100% عشان ما نبقاش مبالغين قوي، لا لو انا منتجي المحلي كل اللي في نفسك. لا انا مش انا منتجي المحلي لو 95 او 90% يبقى شرف ليا. انا ايه اللي يوصلني؟ انا مش ولا عاوز 100%، لا انا لما اوصل كمنتج محلي وان انا اخد من بلدي او من مصر المنتج ده يبقى حاجه فخر ليا. ده شرف ليا والله بجد. انا لما جيت انا واخويا حمدي هنا، حمد فاضل، وجينا شفنا المكان هنا ما شاء الله الاستقبال ناس محترمه. ده فوق كل شيء، كله من ذوق الله يسلمك. بس بامانه والله حتى انا جيت لما قلت انا هحتاج ثلاجات بس، فجيت لقيت هنا العيون الشرقي ما شاء الله. انا بامانه بعد ما صممت عندي انا هديت اللي عملته بامانه والله. لما جيت شفت ده اتجهتش اللي عندي، هديته خالص وعملت حاجه جديده تشرفني وشرف ليا اما انا اتعامل مع الباشمهندس احمد. والله شرف ليا انا والله يا حاج. لا والله بجد. التبريد حتى انت مثلا الباشمهندس احمد لما سالني قال لي انت عاوز ايه؟ عاوز مجموعه ايطالي، عاوز مجموعه صيني. بدا يشتغل لي هو، لان المؤسسه طبعا بتاعته من معدات لتفريز لكلام من ده، ان هو بدا كل مرحله في الشغل بيبعتها لي على الواتس ابقى مطمئن على حاجتي. صحيح. انما اللي جاي انا مش بحب موضوع الصحارات ده لا. فهو لما المنتج من اوله من شاسيه لتقفيل، حتى في عندنا لما جينا نتكلم في الموضوع الرخام اللي هو اللي على الثلاجات، قلت له لا انا محتاجه كونتر نفس اللي بيديني شكل لطيف كويس. انا كتر ليه برضه عشان نحميه من الاستانلس ستين 304. هو انت كفايه لمستك عليها بس يا احمد والله بجد. لا والله. فما شاء الله تفنيش وفينش وما شاء الله يعني تشطيبات جميله. عايز اسال حضرتك على حاجه، الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه. لا الميعاد انت سلمتنا قبلها ب 15 يوم. ده سلمتنا قبلها ب 15. لا التسليم مصداقيه مش فيها كلام. الحمد لله بفضل الله. لا ما شاء الله. برضه بذكرك بالضمان اللي انا قلت لك عليه السنه ان شاء الله. ده ضمان فعلي وساري معانا لمده سنه، وحتى بعد السنه فريق الصيانه هيتابع معاك دايما طول ان شاء الله ما منتجنا عندنا. المصداقيه في التسليم انت اصلا بقى في المصداقيه في كل حاجه. الحمد لله. لا وما شاء الله مش نحتاج للصيانه اصلا. الحاج محمود مجهز المحل بالكامل عندنا من الريول والديزرت والثلاجات الحلواني. ان شاء الله مش اخر تعامل بينا، وان شاء الله يعني هي صارت صداقه بينا الحمد لله. لا احنا اخواتنا باي شيء، ومعرفه الباشمهندس احمد دي بالدنيا كلها. انا فعلا فخور بالصناعه دي موجوده عندنا في مصر. ان شاء الله نتمنى بامانه لفينا كتير. فاضل بدايه جديده من مترو كول ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي ماشي. ماشي.